فلورنسا سنة 1348 الطاعون ضرب المدينة. الناس كانت بتموت بالآلاف. الأب والأم ساعات كانوا بيسيبوا عيالهم المرضى ويهربوا. الصحاب بتتخلى عن بعض. الكهنة بتموت والأطباء عاجزين. الشوارع مليانة جثث والخوف مسيطر على الجميع. بوكاتشيو مش بيقدم الطاعون كخلفية، لكن دليل على انهيار النظام الاجتماعي كله، وده لأنه عاش وقت الطاعون بنفسه، فوصفه بشكل مرعب. في وسط الخراب ده بتتجمع 7 بنات شابات جوه كنيسة: بامبينا، فيميتا، فيلومينا، لوريتا، إيميليا، نيفل، وأليزا. وبتقترح بامبينا فكرة الهروب من المدينة، مش للهروب من الموت بس، لكن هروب من الجنون والفوضى كمان. بعد كده بينضم ليهم 3 شبان: فيلوستراتو وديونيو وبامفيلو، 7 ستات و3 رجالة، وبيخرجوا للريف بره فلورنسا. بعدين بيستقروا في مجموعة من القصور والجناين، وهناك بيحطوا نظام للحياة. يصحوا كلهم في مواعيد محددة، يتمشوا، يغنوا ويرقصوا وياكلوا سوا. وعشان ما يزهقوش بيقرروا كل يوم كل شخص يحكي حكاية واحدة. 10 أشخاص ب10 حكايات ب10 أيام، يبقى 100 قصة. ومن هنا جاء اسم الديكاميرون، يعني الأيام ال10. وعملوها بنظام الملوك والملكات. كل يوم يتم اختيار ملك أو ملكة، وصاحب التاج هو اللي يحدد موضوع الحكايات ايه. لكن في استثناء مهم: ديونيو خد امتياز خاص من أول يوم، امتياز يسمح له يحكي أي قصة هو عايزها حتى لو خارجة بره موضوع اليوم ذات نفسه. وده السبب إن قصصه في الأغلب هي الأجرأ والأغرب عن كل القصص. ونبدأ باليوم الأول: الملكة بامبينا. بما إنها صاحبة فكرة الخروج من المدينة، تم اختيارها عشان تبقى الملكة الأولى. ولأنها مش عايزة تأيد الكل من البداية، ما فرضتش موضوع محدد، لكن كل شخص يحكي القصة اللي هو عاوزها. ورغم كده أغلب القصص انتهت بفكرة شبه مشتركة: أشخاص بيمروا بمشاكل كبيرة بعدين بيخرجوا منها بطريقة مش متوقعة. القصة الأولى: شابيلة المحتال اللي مات قديس. أول قصة بيحكيها بامفيلو، ويمكن اختيارها في بداية الكتاب مقصود جدا، لأنها من أول لحظة بتدخلنا عالم بوكاتشيو، واللي فيه الحقيقة غير الظاهر اللي احنا بنشوفه قدامنا. كان في راجل اسمه سير تشابيلتو. الراجل ده مشهور في كل مكان انه أسوأ واحد من البشر في الأخلاق والسلوك. مش مجرد شخص بيغلط زي أي إنسان، لأ، ده كان بيعتبر الكذب نوع من الهواية. لو اتطلب منه يشهد شهادة زور يعمل كده من غير أي تردد. ولو قدر يوقع بين 2 صحاب أو يعمل مشكلة لحد كان بيحس بمتعة حقيقية. كان بيشتم الدين ويحتقر القوانين ويستمتع بخداع الناس. حتى التجار اللي كانوا بيتعاملوا معاه كانوا عارفين حقيقته، لكن كان ساعات بيحتاجوا خدماته القذرة في شغلهم. في يوم من الأيام سافر تشابيلتو لمنطقة بعيدة في مهمة تخص 2 من التجار الإيطاليين. التجار دول كانوا عارفين بأخلاقه، لكنهم وثقوا في إنجازه للأعمال الصعبة. وهو قاعد اتصاب بمرض خطير جدا. في البداية افتكر الكل إنه مجرد تعب عابر، لكن حالته ساءت بسرعة، بقى مريض والأطباء أكدوا إن هو مش هيعيش كتير. هنا بدأت مشكلة كبيرة بالنسبة للتاجرين اللي كان نازل عندهم، لأنهم كانوا عارفين حقيقته. لو مات شابيلتو من غير اعتراف ديني الناس هتعتبره آثم كبير، ولو عرفوا إن التاجرين استضافوا شخص بالسمعة دي ممكن سمعتهم التجارية تتدمر. كانوا في مشكلة حقيقية. لو جابوا قسيس واعترف بجرايمه، القسيس هيرفض انه يدفن بشكل محترم، ولو ما جابوش قسيس هتبقى فضيحة كبيرة. وهما بيتكلموا كان شابيلتو سامع كل حاجة، فناداهم وقال لهم سيبوا الموضوع ده عليا. التاجرين استغربوا ازاي شخص بيموت هيقدر يحل مشكلة زي دي، لكن شابيلتو كان عنده خطة أخيرة. طلب ان يتم استدعاء راهب كبير معروف بالتقوى والورع عشان يسمع اعترافه قبل الموت. وصل الراهب، دخل الأوضة وهو متأثر بحالة المريض، وسأله بلطف عن خطاياه علشان يتوب قبل ما يقابل ربه. وهنا بدأت أعظم كذبة في تاريخ تشابيلتو. بدل ما يعترف بجرايمه بدأ يقدم نفسه على إنه إنسان شبه الملاك. قال إنه طول عمره بيخاف من ربنا، وإن أكبر ذنب ارتكبه في حياته إن سب الخادمة بتاعته علشان خاطر كانت بتكنس البيت في أيام أجازة دينية. الراهب اتأثر وسأله إن كان ارتكب ذنب تاني، فقال تشابيلتو وهو بيتظاهر بالبكا أنا مكسوف أقول ده. ولما ألح الراهب عليه قال إن من ضمن أخطائه إنه ساعات كان بيصوم أكتر من الطبيعي. وكل ما يسأله الراهب عن خطيئة يخترع تشابيلتو إجابة تخليه أكثر قداسة.
كان بيمثل الدور بإتقان شديد، يعيط في الوقت المناسب ويتنهد في الوقت المناسب ويسكت في الوقت المناسب، ويظهر الندم على حاجات تافهة كأنها جرائم كبيرة. ومع مرور الوقت بدأ الراهب يقتنع انه قدام راجل استثنائي في صلاحه. ده كمان بدأ يحس ان الراجل ده تقي اكتر من رجال دين هو عارفهم. بعد ساعات من الاعتراف خرج الراهب من الأوضة متأثر جدا، وقال للناس انه قابل انسان نادر في تقواه وورعه. اما تشابيلتو فبعد فترة قصيرة مات. ومن هنا تبدأ الكوميديا. الراهب قال عظة طويلة في جنازته اتكلم فيها عن صلاحه وتقواه ونقائه وزهده، والناس صدقت. ما كانش عندهم سبب للشك إذا كان الراهب نفسه هو اللي بيشهد له بده. وبدأت القصص تنتشر وكل واحد يضيف تفصيلة جديدة. واحد يقول إنه كان بيصلي الليل كله، واحد تاني يقول إنه كان بيصنع معجزات، وتالت يقول إنه كان راجل مبروك. ومع الأيام اتحولت الشائعات ليقين، وتحول اليقين لأسطورة. وبدأ الناس يزوروا قبر تشابيلتو ويدعوا عنده ويطلبوا شفاعته. وفي منهم اللي ادعى انه اتشفى من امراض لما زاره، ومنهم اللي قال انه شاف كرامات كتيرة قوي بسببه. وبكده بقى الراجل اللي قضى حياته في الكذب والخداع مشهور بعد موته بانه راجل قديس. والحاجة اللي تضحك وتخوف في نفس الوقت ان اخر عملية نصب تشابيلتو يعملها هو انه يخدع العالم كله في موته. بوكاتشي مش بيقول لنا في النهاية إذا كان الناس غلطانين بالكامل ولا لأ، لكنه بيسيبنا قدام سؤال غريب. إزاي ممكن تتحول صورة إنسان بالكامل بسبب قصة واحدة صدقها الناس عنه؟ وإزاي ممكن للكذب لو اتقال بطريقة مقنعة إنه يعيش أطول من الحقيقة نفسها؟ القصة التانية، إبراهام اليهودي ورحلته إلى روما. كان في تاجر مسيحي ناجح اسمه جياناتو دي تشيفيني، وكان عنده صديق يهودي اسمه إبراهام. الصداقة بينهم كانت قوية جدا، والمسيحي كان مقتنع ان اليهودي راجل محترم وعاقل ويستحق انه يخش المسيحية. في البداية إبراهام اليهودي كان بيرفض بهدوء، مش لانه بيكره المسيحية، لكن لانه كان متمسك بالدين اللي اتربى عليه. بس المسيحي ما استسلمش، كل مرة يقابله يتكلم معاه عن الدين، يشرح له العقيدة المسيحية ويحاول يقنعه ان الخلاص فيها. وبعد شهور من المحاولات ابتدى إبراهام يفكر بجد. وفي يوم قال لصاحبه أنا مستعد أفكر في الموضوع، لكن قبل ما أخد قرار أنا لازم أسافر روما. الكلام ده نزل على جياناتو زي الصعقة، لأنه كان عارف أخبار روما كويس جدا، وعارف حجم الفساد الموجود وسط رجال الكنيسة هناك. كان متأكد إن إبراهام لو راح وشاف بعينه اللي بيحصل عمره ما هيقتنع بالمسيحية، لكن غالبا هيكرهها أكتر. حاول يمنعه، قال له مش محتاج تسافر، كفاية إنك تسمع التعليم. لكن إبراهام أصر وقال إنه لازم يشوف المركز الرئيسي للدين بنفسه. وفي النهاية سافر، وطول فترة غياب صديقه جياناتو المسيحي عايش في قلق مستمر. كان متأكد ان تقريبا كل مجهوده ضاع، لان ابراهام هيشوف رجال الدين بيشتروا مناصب ورشوة وطمع وصراعات على السلطة، وهيشوف سلوكيات بعيدة تماما عن اللي بينادوا بيها الرجال هناك. وكان بيتخير لحظة رجوعه وهو بيقول له اذا كان قادة الدين نفسهم فاسدين ازاي اؤمن بدين زي كده؟ لكن اللي حصل كان عكس كل توقعاته. يا ترى ايه؟ بعد فترة رجع إبراهام من روما، وجياناتو جري بسرعة عليه، وقبل حتى ما يسأله عن الرحلة اتفاجئ بإبراهام بيقول له أنا عايز أتعمد وأبقى مسيحي. الراجل افتكر إنه سمع غلط فسأله تاني، فكرر إبراهام نفس الكلام. جياناتو اندهش جدا وقال له بعد اللي شفته هناك. فإبراهام بدأ يحكي، قال إنه فعلا شاف كل حاجة تقريبا، شاف رجال دين جشعين، وشاف ناس بتبيع المناصب الكنسية، وشاف سلوكيات سيئة جدا من أفراد المفروض يكونوا قدوة، وشاف أنانية وطمع وصراعات. ده كمان قال انه تقريبا ما لقاش حاجه من الفضائل اللي كان متوقعها. هنا جياناتو افتكر ان صديقه بيسخر منه، لكن ابراهام كمل كلامه وقال له رغم كل ده في حاجه واحده ما قدرتش افهمها. فسأله ايه هو؟ فرد عليه وقال له لو كان الدين ده من صنع البشر بس كان زمانه انهار من زمان. وزود كمان ان الاشخاص اللي شافهم كانوا بيساهموا في افساده بدل نشره، ورغم كده فضل موجود. ده كمان بينتشر وبتزداد قوته، ومن هنا استنتج ان في قوة اكبر من البشر هي اللي بتحفظه، وان استمراره رغم كل الفساد اللي هو شافه ده دليل على وجود سند الهي وراه. جياناتو المسيحي ما صدقش اللي سمعه، كان متوقع ان الرحلة دي هتكون سبب في ابعاد ابراهام
إبراهام عن المسيحية، لكنها بقت السبب الرئيسي في دخوله فيها. وبعد فترة اتعمد إبراهام وبقى مسيحي، وبتنتهي القصة عند المفارقة الغريبة دي. فالشخص المفروض اللي هو يقتنع بسبب القديسين اقتنع بسبب الفاسدين، والرحلة اللي كان المفروض تدمر إيمانه هي اللي صنعت إيمانه الجديد. القصة الثالثة، السلطان صلاح الدين وحكاية الخواتم الثلاثة. في فترة من الفترات كان السلطان صلاح الدين بيمر بضائقة مالية مؤقتة. ما كانش فقير طبعا، لكنه احتاج مبلغ كبير في أسرع وقت، وكان يعرف بوجود تاجر يهودي غني جدا اسمه ملخي صادق. الراجل ده مشهور بالذكاء الشديد وفي نفس الوقت مشهور بالحذر. صلاح الدين كان عارف انه لو طلب منه قرض بشكل مباشر هيرفض، ففكر في طريقة تانية. قرر انه يستدعيه للقصر. وصل ملخي صادق وهو متوتر، لان استدعاء السلطان ما كانش حاجة بسيطة يعني، خصوصا ان اليهودي كان ذكي وحس ان في حاجة مش طبيعية ورا الدعوة دي. استقبله السلطان بلطف، بعدين سأله فجأة: قول لي يا ملخي صادق، انهي دين من الاديان السماوية الثلاثة هو الصح؟ اليهودية ولا المسيحية ولا الاسلام؟ في اللحظة دي فهم التاجر المزنق، لانه لو قال اليهودية هيغضب السلطان المسلم، ولو قال الإسلام هيبان منافق ومتخلي عن دينه، ولو قال المسيحية هيغضب الطرفين. كان فخ حقيقي، لكنه مش مشهور بالذكاء من فراغ يعني. طلب لحظة يفكر، بعدين قال: يا مولاي اسمح لي أحكي لك حكاية. وافق السلطان، وبدأ ملخي صادق يحكي ويقول: كان في راجل غني عنده خاتم سحري. الخاتم ده كان غالي جدا، وكانت العادة إن يورث الآباء الخاتم لأحب أبنائه. الخاتم كان رمز للشرعية والمكانة، ومرت الأجيال والخاتم بيتنقل من الأب لابنه المفضل. لكن في جيل من الأجيال واجه الأب مشكلة. كان عنده 3 أبناء وكان بيحبهم بنفس الدرجة، وما يقدرش يختار واحد منهم. فراح لصايغ ماهر وطلب منه يصنع خاتمين شبه الأصلي بالظبط، لدرجة إن محدش يقدر يفرق ما بينهم. وقبل موته ادى لكل ابن خاتم، ومات من غير ما يقول لهم انهي فيهم الخاتم الاصلي. وبعد وفاته بدأ الابناء ال3 يتجادلوا، وكل واحد كان مقتنع ان معاه الخاتم الحقيقي، وكان عنده دليل على كده، لكن مفيش دليل قاطع في ايد ولا واحد منهم. بعدين سكت ملخي صادق وبص للسلطان وقال: وده نفس الموضوع للأديان ال3. كل أمة فاكرة أنها تملك الحقيقة، وكل أمة ورثت إيمانها عن أبنائها، لكن الله وحده هو اللي عارف الحقيقة كاملة. صلاح الدين فهم المقصود على طول، وفهم برضو أنه قدام راجل ذكي جدا، فبدل ما يغضب ضحك وعجبته الحيلة. بعدين قال له الحقيقة، وقال له أنه محتاج فلوس، وشرح له ظروفه وطلب القرض بشكل مباشر. وبما ان الفخ انتهى وافق ملخي صادق واداله المبلغ، وبعد فتره رجع السلطان المبلغ كامل وزود عليه هدايا قيمه. ومن ساعتها بقت العلاقه بينهم علاقه احترام وثقه متبادله، وبتنتهي القصه بانتصار الحكمه على الفخ. فملخي صادق ما انقذش نفسه بالكذب ولا بالمواجهه، لكن بقصه صغيره خلت السلطان يضحك بنفسه على الفخ اللي صنعه. القصة الرابعة، الراهب الشاب ورئيس الدير اللي وقع في نفس الخطيئة. كان في راهب شاب عايش في واحد من الأديرة، وزي أغلب الشباب كان لسه في بداية حياته ومش قادر يسيطر على رغباته بسهولة. في يوم من الأيام شاف بنت جميلة جدا من أهل المنطقة وأعجب بيها جدا، وبعد شوية لقاءات سرية بدأت علاقة بينهم. الراهب كان حريص جدا إنه يخبي الموضوع، لأن اكتشافه معناه فضيحة كبيرة وعقاب قاسي. لكن الحظ ما وقفش معاه. في ليلة من الليالي وهو بيدخل البنت القط في الدير، لمحهم رئيس الدير من بعيد وفرح جدا بالاكتشاف ده. ما كانش حزين على أخلاق الراهب، كان فرحان إنه مسك واحد من الرهبان متلبس، لأن ده هيزود سلطته. وقرر يستنى لغاية الصبح ويكشف الموضوع قدام الكل. لكن قبل ما يواجه الراهب قرر يروح يشوف البنت بنفسه، ولما وصل الأوضة وشافها نسي تقريبا سبب وجوده هناك. البنت كانت جميلة بصورة عجيبة، وبدل ما يفكر في العقاب بدأ يفكر فيها هي. وبعد دقايق اتحول القاضي لمتهم. الراجل اللي كان بيستعد يعاقب الراهب وقع هو نفسه في نفس الإغراء، لكنه الصبح استدعى الراهب قدامه وبدأ يوبخه بعنف ويهدده بالطرد. لكن الراهب كان ذكي، لاحظ ان الرئيس ما بقاش يحط الطاقية بتاعته على دماغه زي الأول، ولاحظ كده شوية علامات فهمته ان الرئيس دخل اوضته بعده، ففهم كل حاجة. لما خلص الرئيس خطبته قال له الراهب بهدوء: قبل ما تعاقبني يا ابويا من العدل انك تحاكم نفسك الاول. الرئيس ارتبك فسأله: انت
قصدك ايه؟ فبدأ الراهب يلمح باللي حصل بالليل، وكل كلمة كان بيقولها كانت بتخلي وش الرئيس يحمر، وفجأة أدرك إن سره انكشف، وفهم كمان إنه مبقاش عنده أي سلطة أخلاقية إنه يعاقب الراهب لأنه عمل نفس الشيء. ده كمان استغل سلطته عشان يوصل للبنت. بعد نقاش طويل انتهى الموضوع تقريبا من غير أي عقاب، وبقى كل واحد يعرف سر التاني، وبتنتهي القصة بسخرية واضحة من البشر اللي بيدينوا غيرهم على أخطاء هم نفسهم بيعملوها. القصة الخامسة، المركزة الذكية اللي وقفت الملك عند حده. كان في ملك مشهور بمغامراته النسائية، وفي واحدة من رحلاته لمح زوجة واحد من النبلاء، وكانت ست جميلة وسمعتها ممتازة، ومن أول نظرة وقع في حبها، أو يعني كان عايز يمتلكها. بدأ يدور على طرق علشان يوصل لها، بعت رسائل غير مباشرة وحاول يستغل نفوذه، لكنه لقاها مؤدبة ومحترمة وفي نفس الوقت بعيدة عنه. الست فهمت من البداية اللي الملك عاوزه، لكنها كانت عارفة ان رفضه بشكل مباشر كان هيسبب ليها مشاكل هي وجوزها، عشان كده قررت تستخدم الذكاء بدل المواجهة. وفي يوم اعلن الملك انه هيزور قصرها، وكان واضح انه مستني الفرصة عشان ينفرد بيها. استقبلته بكل احترام وامرت الخدم يعملوا مأدبة ضخمة. لما قعد الملك على ترابيزة اتفاجئ بحاجة غريبة، كل الاطباق كان فيها نفس نوع الاكل تقريبا، مفيش تنوع، نوع واحد بس. سألها الملك وهو مستغرب، انتوا مفيش عندكم حاجة تانية غير ده؟ فابتسمت وقالت، يا مولاي الستات برضو زي الاطباق. استغرب فكملت، ممكن يختلف اللبس والزينة والاسامي، لكن في النهاية كل الستات من الطبيعة نفسها. فهم الملك الرسالة على طول، هي كانت بتقوله بطريقة مهذبة، ليه بتطرد مراتات الرجالة وانت عندك اللي عاوزه؟ الملك اتكسف، والأول مرة شاف ست تواجهه بالذكاء بدل الخوف، ومن ساعتها اتخلى عن مطاردتها وزاد احترامه ليها. استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا على القناة، والأهم حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.